في موضوع آخر، لا زال قرار المكتب الفيدرالي الخاص باللاعبين المغتربين يثير الكثير من الحبر لدى قدماء اللاعبين وحتى تقنيين، وعلى رأسهم المدير الفني الوطني الأسبق توفيق قريشي. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. قانون المكتب الفيدرالي الجديد الخاص باللاعبين ذوي الجنسيات المزدوجة أحدث زوبعة في فنجان مغتربين، كيف لا وقد أحس هؤلاء بإهانة مست كرامتهم. فتعليق فيغولي على الصفحة الرسمية للفاف بتويتر أو تعليق عنتر يحيى على نفس وسيلة التواصل الاجتماعي وتصريحه لإحدى الجرائد الرياضية ما هو سوى مقدمة صغيرة لعاصفة هوجاء. قرار المكتب الفيدرالي الأخير جاء لمحو الإنجاز التاريخي للرئيس السابق للفاف والذي كان من البهاماس، أين رد الاعتبار للاعبين ذوي الجنسية المزدوجة. لكن المشكل لا يكمن في القرار بل في مخلفاته وعواقبه الوخيمة على الكرة الجزائرية وعلى المنتخب الوطني الذي هو من القمة إلى القاع. إذا كان المجهودات كبيرة كانت تحققت من طرف رئيس الاتحادية الماضية سيد محمد الراوة باش يفرض قانون البهاماس بالطرق اللي استعملها ويسمح لنا باش ناخذوا كل اللاعبين الجزائريين اللي ينشطوا في بطولات أوروبية ويلتحقوا بالفريق الوطني، وحققنا بهم بفضلهم وبفضل لاعبين آخرين محليين نتائج إيجابية. نظن إذا كان نريد نستغنى على هذا اللاعبين اللي موجودين في أوروبا لازم يكونوا اللي موجودين في البطولة المحلية الأحسن. الفاف أرادت أن تملي قوانينها على أبناء جلدتها في وقت تسير فيه الاتحادات الأخرى على خطى روراوة، وذهب البعض الآخر لأبعد من ذلك، أين قام بتجنيس لاعبين أجانب كما كان الحال عليه في تونس مع البرازيليان خوزي كلايتون ودو سانتوس، أو في الاتحاد القطري للعبة الذي جنس الجزائريان بوعلم خوخي وبوضياف. في كرة القدم الناس راهي تجنس، احنا ممكن التجأنا الى جزائريين ذو مزدوج الجنسية، ولكن كاين عدة بلدان راهي تلجأ للأفارقة وتجنسهم، تعطيهم الجنسية تاع البلد تاعهم باش يمثلوا الألوان الوطنية، لأن الآن كرة القدم أصبحت بزنس. إذن هو قرار مفاجئ قد يعيد الكرة الجزائرية إلى عهدها الحجري، وسيعجل بإفلاس الفاف التي كان مصدر تمويلها الأول المنتخب الوطني. فغياب الخضر عن مونديال روسيا أخلط الأمور، وقانون المكتب الفيدرالي سيعكر صفو الأجواء ويفتح المجال للاعب المحلي في بطولة يقال أنها محترفة. فهل منتوج بلادي سيهدينا تأهلا إلى مونديال قطر، أم أنه سيجعلنا نبكي على الأطلال ونعيش بذكريات الماضي لإنجازات أبناء جلدتي؟ إلى أخبار المحترفين، أين رفض اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام الحديث عن مستقبله مع فريقه نابولي الإيطالي وإمكانية تجديد العقد من عدمه. وقال غلام خلال مؤتمر صحفي نشطه رفقة زميله في الفريق أركاديوش ميليك بأنه لا يريد التطرق إلى العقد مع فريقه. وعن تاريخ عودته إلى الملاعب قال غلام إنه يعالج ولا يعلم بالضبط موعد شفائه، مشيرا إلى أن أحواله الصحية تحسنت كثيرا. كما توجه غلام بتشكراته إلى الأطباء الذين يعالجونه وكل من تعاطف معه. تعهد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بإعادة النظر في العلاوات التي يتحصل عليها رياضيو النخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوزير الهادي ولد علي أشار من خلال رسالة له أن هذا القرار جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الحكومة. وجاء تعهد ولد علي بإعادة النظر في هذه النقطة المتعلقة بالعلاوات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف للثالث من ديسمبر. محليا، قاطع لاعبو اتحاد الحراش تدريبات الفريق صبيحة اليوم وقرروا الدخول في إضراب مفتوح حتى تتم تسوية مستحقاتهم المالية العالقة. وطالب اللاعبون رئيس الفريق بتسوية مستحقاتهم المالية كشرط أساسي للعودة إلى التدريبات. هذا ولم يتلقى اللاعبون أجورهم منذ أزيد من 6 أشهر، كما أن بعض اللاعبين القدامى لا زالوا يدينون بأجرة